السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم مزيانه. كما كنتمنى انكم تكونوا كدوزوا رمضان في احسن الاحوال. الحلقه ديال اليوم غادي تكون على الكوزينه والشهيوات ديال رمضان. ان شاء الله كنتمنى هاد الشهيوات اللي غادي نشارك معكم يعجبوكم. ثلاثه ديال الشهيوات ساهلين وبساط ولذاذ كيوجدوا دغيا دغيا، ممكن تحضروهم وتزينوا بهم المائده ديال رمضان. الوصفه الاولى هي الكيش بالدجاج ولي شامبينيون. اول حاجه صدر ديال الدجاج مقطع رقيق كنديروه في المقله، شويه ديال لاصوص ديال الصوجا، شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه بودره مليحه، والزيت اللي غادي نطيبوا فيها الدجاج فوق المقله حتى كيطيب الدجاج مزيان. وكنضيفوا عليه لي شامبينيون اللي درت هنا هما ديال الحك، ممكن تعوضوهم بالطبيعيين، ما كياخذوش بزاف ديال الوقت فوق البوطه. وها هي الحشوه ديالنا واجده. لي كيش انا شارياهم، عمرتهم بالحشوه ديالنا هي الاولى، ومن بعد غادي نوجدوا الصلصه اللي كنديروها معاهم. انا الصلصه اللي كنديرها ساهله، ياغورت طبيعي، شويه د الملحه، شويه ديال الابزار، فرماج محكوك، بيضه حتى لجوج ديال البيضات على حسب العدد ديال لي كيش اللي عندكم، وعلى حسب لاباغاي اللي غادي تحتاجوها او الصلصه اللي غادي تحتاجوها. كندير ديك الصلصه من فوق لي كيش وكندخلهم للفران يتحمروا ويشدوا راسهم وهما واجدين باش تاكلوهم ان شاء الله بالصحه والراحه. الوصفه الثانيه هو واحد الطويجين ديال الكفته ديال الدنجال، كيجي غزال ورائع، جربوه ما غاديش تندموا عليه. كنشدو الدنجال، كنشويوه، كنقيوه، كنمعسوه، كنضيفوا عليه شرموله، المعدنوس مقطع رقيق، الفلفله حمراء، شويه د الكمون، الملحه، يا اما غادي ديروا الثومه عاديه او الثومه بودره بحال اللي درت انا هنا، بيضه ولا شابلور. لا شابلور والبيض على حسب العدد ديال الدنجال اللي درتو باش يتجمع ليكم يولي بحال الكفته. من بعد غادي ديروا كويرات بحال اللي كنديروا كويرات الكفته، وغادي ديروا في وسط منهم واحد القطعه د الفرماج اللي عندكم، الموزاريلا ولا الفرماج الاحمر اللي كتفضلوا. وهنا انا ديجا وجدت الصلصه ديال الطماطم اللي هي درت فيها شويه د الفلفله حمراء، شويه ديال البصار، شويه د الملحه، المعدنوس مقطع، شويه ديال الثومه. من بعد ما كتوجد ديك لاصوص كندير فيها الكويراس ديال الدنجال وكنخليها تغلي مزيان وداك الطاجين يوجد. وكلوها بالصحه والراحه. هاد الوصفه اللي جربتوها غادي تعجبكم بزاف، خصوصا ان الدنجال مشوي فيه ديك النكهه ديال الشوا كتجي رائعه. الوصفه الثالثه حتى هي بسيطه. صدر ديال الدجاج مقطع رقيق، شويه ديال الصلصه ديال الصوجا، سكينجبير، خرقوم، الابزار، الملحه، الثومه، والزيت يطيب مزيان. من بعد كنشد الخبز ديال الطورتيلا كندهنو بالفرماج مثلثات مزيان، وكنضيف ليه قطع من الفرماج المربعات ديال الساندويتش، وكندير فوق منهم الحشوه، وكنلف داك الخبز ديال الطورتيلا وكنقطع دوائر كيجيو بحال راه باينين في الصوره بحال الدوائر. كنستفهم في واحد المقله اللي كتدخل الفران ملي كنسالي، وكندير عليهم الفرماج محكوك، كيدخلوا غير يتحمروا ويذوب داك الفرماج وكيوليو واجدين انكم تقدموهم. وصفه سهله وزوينه ما كتاخذش حتى هي بزاف الوقت. كنتمنى ان الوصفات اللي شاركت معكم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، ساهلين ما كياخذوش بزاف ديال الوقت والجهد في الكوزينه. كما كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم والتفاعل ديالكم مع القناه والفيديوهات اللي كنحط لكم. شكرا بزاف للمتابعه، نشوفكم في فيديو مقبل، مع السلامه.